النهاردة أنا جاي أكلمكم عن 3 شركات هم فعليا ماسكين العالم ومحدش بيتكلم عنهم. 3 شركات دول هم اللي بيتحكموا في أكبر بورصة في العالم، بورصة وول ستريت. مش انفيديا، مش تسلا، مش أمازون، مش مايكروسوفت، مش كل دول. 3 شركات دول هم بلاك روك، ستيت ستريت، وفانجارد. الثلاث شركات دول بيسموهم في البيزنس asset managers. يعني هم بيتحكموا في أصول. الأصول دي بتبقى عبارة عن أسهم في شركات تانية. يعني يكفي إن أنا أقول لك إن شركة زي بلاك روك هي بتمانج assets أو assets under management AUM ب10 تريليون دولار، 10,000 مليار دولار. فانجارد 9 تريليون دولار. ستيت ستريت 4 تريليون دولار. يعني التلاتة على بعض تقريبا من 23 ل 25 تريليون دولار، أكبر من الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد الصيني مع بعض. التلات شركات دول بيجي قوتهم منين؟ إن هم مجتمعين بيملكوا تقريبا 30% من حجم الاس ام بي 500، من أسهم أكبر 500 شركة في العالم أو متسجلين في البورصة الأمريكية. يكفي إن أنا أقول لك إن أتليست في واحدة منهم بتملك نسبة حاكمة في شركة 90% من ال 500 شركة، من أكبر 500 شركة على مستوى العالم. يعني 90% من أي شركة من دول فيها أتليست شركة واحدة من فانجارد أو بلاك روك أو ستيت ستريت. القوة ما بتجيش من فكرة إن هم بيملكوا. القوة بتيجي من فكرة التصويت. في كل شركة من الشركات الكبيرة في جنرال اسمبلي او اجتماع جمعيه عموميه بيحصل فيه تصويت على قرارات الشركه وعلى كمان اتجاهات الشركه دي في الكام سنه الجايين. دول بيملكوا حق التصويت، حق ان هم يغيروا السي او، يغيروا الاداره، وده اللي بيديهم قوه. اللي مدافعين عن الشركات دي دايما يقول لك يا جماعه دول باسف، دول مجرد يملكوا حصه في الشركات وما بيتحكموش كتير ويهمهم كده ولا كده المكسب. لكن اللي بيهاجموهم دايما يقول لك انت ازاي بتركز القوة دي في 3 شركات بس يقدروا يتحكموا في العالم كله. وده الخوف عشان كده اللي بينتقدوهم دايما بيسموهم ان هم non elected government، حكومة غير منتخبة بتحكم العالم كله. واحنا مش عارفين حضرتك او حضرتك لما بتيجي تشتري اسهم في ETF، فانت بشكل اوتوماتيك بتدي قوه للثلاث شركات دول ان هم يتحكموا في قرارات اكبر 500 شركه على مستوى العالم، وبالتالي في الاقتصاد العالمي وشكله كله، سواء في السياسات البيئيه او خلافه.